نفسه في الشارع. ايه اللي بيحصل ده؟ في الشارع ما يعرفش يدخل تاني. راح مكلم الفنان هاني مهنا. الفنان هاني مهنا قال له يبدو ان في تحفظ امني عليك. تحفظ امني يعني ايه تحفظ امني يا جماعه؟ يعني ايه امن الرئاسه متحفظ على فنان؟ فجأة صحي من نوم امن الرئاسه فاكتشف ان هذا الفنان عليه تحفظ. يعني ايه تحفظ؟ عنده جريمه حاكموه، ارتكب جرم، ده تقصير ان انتوا ما تعرفوش انه ارتكب جرم. صوته فيه نبره معارضه، طب وايه المانع ان يكون الفنان بطبيعته متمرد؟ ايه يعني لما يكون في معارضه؟ ما هي المعارضه مطلوبه. المعارضه مطلوبه بالريشه وبالكتابه وبالغنى، زي ما التأييد بيتم بالريشه وبالكتابه وبالغنى وبالتمثيل. طول عمرنا بنشوف ده. ده هي دي المعارضه اللي بنتكلم عنها. المعارضه المطلوبه ان كل حد شايف حاجه غلط يعبر عنها بطريقه راقيه، ومفيش احسن من الفن نعبر عنه بالمعارضه. انا ما اعرفش ايه معارضته، بس ما يعارض. بيعارض بالغنى، قوم يا مصري معارضه. طب كنتوا جايبين معارض خلوا شكلنا حلو. محمد محسن معارض وبيغني في الاوبرا، ايه المانع يعني؟ نحن نحترم المعارضه المحترمه. بيعارض بايه؟ احنا معترضين على اللي بيعارض بالمولوتوف وبالرصاص وبالقتل، وبنقول للناس عارضوا بديمقراطيه بشكل راقي. فنقول للفنان عارض او ما تعارضش؟ هندخل حظيره التابعين ونخرج من جنتنا الرافضين؟ الرافض بيحلم بطريقته ان بلده تبقى كويسه، والمتشنجين اللي رافضين اي صوت تاني يظهر ده تشنج لن يؤدي بنا الا الى الهلاك. لابد ان تكون هناك اصوات متعدده، ولابد ان نفسح الساحه لمعارضه راقيه ايا كانت هذه المعارضه. وانا مش بتكلم عن محمد محسن بس انا عايز لابد من تحقيق يقول مين اللي اتخذ مثل هذا القرار؟ من الذي اساء الى الرئيس عدلي منصور؟ من الذي اساء الى هذه الدوله والى مؤسسه الرئاسه التي لم تحترم فنان في عيد الفن اللي اهانته؟ لو قبلها بايام قالوا له احنا اسفين والله عندنا مشكله، رئاسه الجمهوريه معترضه عليك، ماشي حقك. وهو مش حقك قوي برضه، لان لابد ان يكون هناك مبرر قانوني انك تمنع مغني انه يغني، مطرب انه يقول اللي عنده. وده جاي يغني لكم قوم يا مصري مصر بتناديك. ايه بيقول لك ايه؟ شيء موقف مخزي. وكرسي في كلوب فرح كان حلو، فرح كان جميل.